كيكتي اليومية اللي عمرها حشمتني كتجي طالعة مهوية خفيفة قطنية، مقادير مضبوطة. غادي نعطيكم ان شاء الله في هذا الفيديو جميع الاسرار والنصائح باش تنجح معاكم الكيكة ومن اول تجربة. اذا ما غاديش نطول عليكم، ندوزو مباشرة للمقادير والطريقة. في المقادير احتاجي 3 ديال البيضات يكونوا بحجم كبير، الا كانوا بحجم صغير ديروا 4 البيضات، يكونوا طبعا بدرجة حرارة المطبخ. كأس وربع من السكر حبيبات او سكر سنيدة، وغادا نضيف مبشور ليمونة حامضة. قشور الليمون او قشور الحامض كيعطيو الكيكه واحد البنه وواحد المذاق غزال. اذا غنضرب كل هاد العناصر بالخلاط الكهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديال الخليط وكيرجع اللون ديالو ابيض. ثم غادا نضيف كأس الا ربع من الزيت، غنضيفوه على شكل دفعات، ما تضيفوهش دفعه واحده بحال كنطلعوا لا مايونيز. كنبقى نضيف بشويه بشويه وانا كنضرب حتى كنكمل الكميه ديال الزيت اللي عندي كامله. ثم غنضيف علبة ديال الياغورت بذوق الفاني من وزن 110 غرام. اذا غنطرب واحد شويه، من بعد غنزول الطراب الكهربائي وغنضيف 3 الكؤوس ديال الدقيق، يكون مغربل ودقيق نوعيه ممتازه يكون خاص بالحلويات. غنضيفوه حتى هو على شكل دفعات. تنضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وهنا في هذه المرحله مع الدفعه الاخيره ديال الدقيق غادا نضيف 2 اكياس من خميره الحلويات. كل كيس الوزن ديالو 8 غرام، اذا في المجموع عندي 16 غرام ديال خميره الحلويات. اذا غندمج هاد العناصر مع باقي الخليط. هنا في هاد المرحله غتلاحظوا ان الخليط ديالكم شويه ثقيل، ما تخافوش منه نهائيا، هذا هو القوام اللي خصو يجي عليه. وهنا غادا نضيف كمرحله اخيره ربع كاس ديال عصير الحامض، كنخلطو مع باقي العناصر. الدور ديال عصير الحامض مهم جدا، هو اللي كيخلي الكيك ديالنا يجي مرتفع ويجي مهوي. اذا بعد ما ضفت عصير الحامض لاحظوا ان الخليط طلق راسو شي شويه، ما بقاش ثقيل فحال كي شفنا في مرحله سابقه. كناخذ المول، اي مول عندكم استعملوه اللي دهنتوه بشويه ديال الزبده ورشيت له الدقيق، كنفرغ فيه الخليط وكنخبطوه هكا واحد شويه مع سطح العمل باش كيخرج دوك الفقاعات ولا داك الهواء اللي كاين في الوسط ديال الخليط. ومباشرة كندخلو للفرن اللي يكون بارد، يعني ما سخنتوش من قبل، على درجة حرارة 170. النار كتكون من الأسفل فقط حتى كيبدا يدهب من الجوانب، كنطفي الأسفل وكنشعل من الفوق. المدة اللي كياخدها تقريبا 45 دقيقة. إذا بعد مرور هاد المدة لاحظوا أن الكيك ديالي طاب، جا طالع. إذا كنخليه حتى كيدفى واحد شوية عاد كنديمو ليه. هنا غنقلبو في صحن التقديم باش تشوفوا كيفاش كيجي الكيك. اذا كيجي طالع، كيجي محمر من جميع الجهات، غير اللون ديالو كيشهي. اذا كنخليه حتى كيبرد تماما عاد كنبدا نزينو. هنا بالنسبه ليا زينتو فقط بشويه ديال سكر كلاصي. التزيين كيبقى اختياري، زينوه باش ما بغيتو وعلى حسب المتوفر عندكم. ممكن دهنوه بشويه ديال الكونفيتور وترشوا الكوك ولا اللوز كونكاسي ولا كاوكاو كونكاسي اللي عندكم استعملوه. اذا هنا قطعته معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الوسط. كيجي قطني، كيجي مفشفش، وبلا ما نهضر لكم على المذاق ديالو. مع النكهه ديال الحامض كيجي المذاق ديالو لا يعلى عليه. جربوه بعينيكم مغمضين. اذا كنتمنى انكم تجربوا الكيك وينال اعجابكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو وتعليق محفز، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.